اما تيجي تتكلم عن مصر يبقى تقف انتباه، علشان التاريخ اللي عايشين بيه لغايه دلوقتي عامل حرقان عند اخواننا البعدة. فما حد يسالك عن مصر رد بقلب جامد، قول له اللي خلق البني ادمين كلهم حافظها ليوم الدين. قول له مصر اللي من اقدم بلاد الدنيا، حضاره بقالها اكتر من 5000 سنه. يعني واحنا بنبني الاهرامات كان العالم كله لسه بيتعلم يعني ايه حضاره. مصر طلع منها السيده هاجر ام سيدنا اسماعيل وجده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي لحد دلوقتي المسلمين بيمشوا على خطاها بين الصفا والمروه. ومن خير مصر عاش سيدنا يوسف، واللي ربنا كرمه وخلاه مسؤول عن خزانه الارض وقت المجاعه، وانقذ بلاد كتيره حوالين مصر من الهلاك. مصر كانت الملجأ لبني اسرائيل لما جم مع ابوهم سيدنا يعقوب عليه السلام عشان يعيشوا في امان وسط ارض الخير. سيدنا موسى عليه السلام اتولد في مصر، وربنا كلمه في سينا عند الوادي المقدس، معجزه مفيش زيها حصل على وجه الارض. والسيده اسيا زوجة فرعون كانت واحده من اعظم نساء العالم، وربنا وعدها يبقى ليها قصر مخصوص في الجنه. وبعد خروج بني اسرائيل من مصر ربنا انزل عليهم المن والسلوى وهم تايهين في سينا. مصر بركتها وصلت للسيده مريم بنت عمران وابنها سيدنا عيسى عليهم السلام، اللي جم هربوا من بطش الرومان وقعدوا 7 سنين في مصر. مصر اللي اتذكرت في القرآن 5 مرات واشارت ليها ايات تانية كتير، ومفيش بلد تانية غيرها خدت الشرف ده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصى بأهل مصر خير، وقال عن جيشها انه خير جنود الارض، وشعبها دايما في جهاد ورباط لغاية يوم الدين. وفي وقت المجاعة اللي ضربت الجزيرة العربية عمر بن الخطاب بعت يستغيث بأهل مصر، والمصريين ما تأخروش وبعتوا قوافل خير غطت الجزيرة كلها. ودعا عمر لمصر بالبركة. مصر مش بس حضارة، دي كانت مركز العلم والنور. كان فيها جامعة أقدم جامعة عرفها البشرية، والعلماء كانوا بيجوا يتعلموا من علم مصر. مصر هي أول دولة عرفت الطب والجراحة والتحنيط، لحد النهاردة مفيش حد في العالم يعرف أسرارهم. مصر أول بلد عملت جيش نظامي قوي في زمن الملك مينا موحد القطرين، يعني الجيش المصري ليه تاريخ عسكري من آلاف السنين. مصر كانت ولا زالت بوابة أفريقيا ورمانة ميزان العرب ومفتاح الشرق الأوسط، يعني اللي عايز يحكم المنطقة يعدي من بوابة مصر. مصر اللي خاضت معارك بطولية زي معركة قادش ضد الحيثيين، اللي هي أول معاهدة سلام مكتوبة عرفها العالم واللي موجودة نصوصها لحد دلوقتي. ومصر اللي خاضت العصر الحديث حروب بطولية زي 6 أكتوبر 73 لما الجيش المصري عبر خط بارليف اللي كانوا بيقولوا عليه مستحيل حد يكسره. مصر كانت أول دولة اخترعت الساعة المائية والكتابة الهيروغليفية، وأول ناس عرفوا حساب السنة ب 365 يوم. مصر أرض الكنانة، بلد الأمن والخير، واللي مهما تعرضت لضغوط أو حروب بتقوم وتنهض تاني كأنها عمرها ما وقعت. مصر اللي فيها الجيش العظيم والقيادة الحكيمة والشعب الواعي المحترم. اللهم لا تحرمنا من نعمة مصر أم الدنيا وسيدة الأوطان، وجعلنا دايما مخلصين ليها وأوفياء ليها، وما تحشرناش مع اللي أنكروا فضل مصر وحقدوا عليها واتأمروا ضدها. ويا رب احفظ كل واحد هيقول تحيا مصر، شيرها له.